السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا. تحليل: هل يرهن الرئيس الجزائري على المعدة للمغرب من أجل إرضاء الجيش بوليزاريو للحصول على ولاية ثانية؟ ما كل هذا العدل الذي يكانه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمغرب منذ طويل من الرؤساء قصر مرديات، وهل له معنى الشخصي أما التاريخي، أما له ارتباط إندونيسي الذي يتنبه كل من جزائر المغرب، أما أن الأمر يتجاوز كل ذلك إلى الجيش الشعبي الجزائري الذي نجح في التحكيم في خيوط اللعب السياسي، بحيث لا يمكن أن يمر أي مرشح للرئيس إلا من خلال رفض الجيش أولى وأخيرا إلا سيكون مصر فاشل ذريع. وكان عبد المجيد تبون قد أكد خلال الخطاب أمام مجلس الشعب الوطني برلمان أن تبني والدعم بلاده لا يسمي بقضايا الصحراوية التي أعتبرها قضايا مطروحة على الدولة اللجنة تصفيات استعمار في أمم متحدة، لا يتنوي على أي كرة تجه إشقاء مغاربة. وسجل عبد المجيد تبون أن بلاده ستعمل على لعب دورها في مجلس الأمن لصالح إشقاء والصالح الأمة العربية في إشارات وضحت إلى العزم الجزائري استعمال مقعد غير دائم الذي في مجلس أمن ابتداء من العام المقبل من أجل ضخ الدماء الجديد في جبهة بوليزاريو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.